8 أسباب ليه فيلم فانتاستيك فور أحسن بكتير من سوبرمان. واحد، البداية الذكية للفيلم. صحيح فيلم فانتاستيك فور الجديد مش أوريجين موفي، لكنه اختار بذكاء يبتدي باحتفالية مرور 4 سنين على وجود الفانتاستيك فور. شفنا فيها بقى الأوريجين بالكوميكس بأغلفة حقيقية للكوميكس متجسدة في هيئة مشاهد، مع مشاهد مأخوذة بالنص من الكوميك البريكويل اللي كنت اتكلمت عنها الحلقة اللي فاتت. ودي أنا بعتبرها بداية ممتعة جدا لأي حد بيحب الكوميكس زي حالاتي. بينما في فيلم سوبرمان ما كانش فيه أي بناء للعالم ولا لمحة عن الأوريجين، قصدي يعني بشكل مرئي، بقدر ما كان في لقطة سريعة في آخر الفيلم كده عن ذكرياته مع عيلة كنت. ففي النقطة الأولى دي من وجهة نظري فانتاستيك فور طبعا يكسب. اتنين، الصراع الأساسي بيدعم هدف الفيلم. سوبرمان كان صراعه حوالين الهروب من سجن البوكيت يونيفرس، ودي حاجة لا كان ليها علاقة بحكايته ولا بإرثه الكريبتوني. لكن فانتاستيك فور الصراع أصلا على طفلهم وعن العيلة وعن اختيار صعب ما بين إنقاذ الأرض وإنقاذ ابنك. وده خلى الصراع طبعا عميق ومؤثر، ويمكن أعمق بكتير من فيلم سوبرمان. تلاتة، الفيلم مش أوريجين، بس ده ما يمنعش إن كان فيه مشهد أوريجين ملوش حل، وهو مشهد ولادة الطفل فرانكلين في الفضاء لما راحوا الجلاكتوس. المشهد ده كان كله رموز ميلاد جديدة للفريق. نفس حركة الإيد اللي خارجة من العمق اتكررت من ذا ثينج لما طلع إيده من المركبة الفضائية بعد أول حادثة حصلت للفريق واللي أكسبتهم القوة الخارقة، لطفلهم اللي طلع إيده لما اتولد. وده أنا بعتبر إن اسمه إخراج بفكرة، مش مجرد مشاهد متجمعة كده وخلاص زي ما سوبرمان كان في مشاهد حلوة قوي بس هي مجرد مشاهد متجمعة وخلاص. أربعة، تماسك الأحداث والتصاعد التدريجي. كل حاجة في فيلم فانتاستيك فور كان ليها تمهيد. اختراع التليبورتيشن اللي هيربطوه بعد كده بمحاولة نقل الأرض، علاقة هيومن تورش بسيلفر سيرفر اللي هتنتهي بترجمته للغتها، وتوضيح واحدة ازاي اتشوهت عشان تحمي عيلتها. يعني كأنه انعكاس ملوش حل برضه للاختيار اللي محطوط فيه الفانتاستيك فور. وحتى خطة النهاية كمان، واللي فيها رمزية عالية قوي للعالم الواقعي وفكرة توفير الطاقة، واللي رمزيا بعتبرها كانت بتلمح لأزمة الكلايمت تشينج اللي موجودة في العالم أو التغيير المناخي، وأزمة استهلاك الموارد والكهرباء بشكل عنيف اللي أدت لتدمير البيئة تدمير تام. وقصادها ازاي العالم لو اتحد وابتدى يوفر في موارد الكهرباء، ازاي ده ممكن يريح الأرض والبيئة. قصادها بقى في عالم الواقع في فيلم سوبرمان كان في قضية السياسة الشائكة، واللي كان فيه اللي بيدعمها لأنها بتسبورت قضية إخواتنا، وفي اللي ضدها لألا تكون دي محاولة فرض حماية يقود الاستعمار. فبقدر ما هي كانت قضية واقعية، ولكنها كانت مقلقة شوية في عرضها وطرحها، على عكس القضية الراقية اللي بيعرضها الفانتاستيك فور اللي ممكن تبقى بتمس كل العالم. ده غير مشاكل بقى فيلم سوبرمان من وجهة نظري في الحتة دي، انه كانت احداثه اصلا مش محتاجة بيلد اب وكانت ماشية اون ذا جو، وافتقدنا لوجود اي تصاعد حقيقي في فيلم سوبرمان، الحاجة اللي ما اغفلهاش فيلم فانتاستيك فور. خمسة، مشهد سو او انفيزبل وومن والمواجهة الجماهيرية. لما العالم كله رفضهم عشان رفضوا يضحوا بابنهم، سو طلعت واجهتهم بابنها وقالت لهم جملة عبقرية: العيلة مش معناها اني اضحي بابني عشانكو، ولا معناها برضو اني اضحي بيكو عشانه. لحظة قوية جدا عن معنى فكرة الأسرة في حد ذاتها، ويمكن أسرة مش على مستوى فانتاستيك فور بس، إنما على مستوى العالم كله. الفكرة الراقية دي كانت أقوى بكتير بالنسبة لي من رفض الجماهير لسوبرمان بسبب ميراثه الكريبتوني لما اتعرف، واستسلام سوبرمان وعدم صراعه صراع درامي محترم زي سو ستورم كده عشان يسترد ثقة الناس. فالتعامل مع رفض الجماهير كان قوي جدا في فانتاستيك فور وضعيف جدا في فيلم سوبرمان. ستة، جمال رسم المشاهد. يعني مع كافة احترامي لفيلم سوبرمان، الإبداع في رسم المشاهد في الفيلم ده كان فقط في مشاهد البوكيت يونيفرس، ولكن فيلم فانتاستيك فور كل سيتنج ومشهد كان ليه إبداعه بطريقته الخاصة، عشان فكرة الريترو فيوتشرستيك إن في مستقبل في الماضي، فكانت تستدعي إبداع كل لحظة في الفيلم. فنقطة تحسب لفانتاستيك فور برضو ما كانتش موجودة في فيلم سوبرمان. سبعة، فكرة فرانكلين ريتشاردز الطفل نفسها جبارة كمورل. الطفل ده اللي يعتبر كيان بطاقة متجددة، واللي هيتحول تدريجيا انه هيعتلي عرش النهم اللانهائي. الفكره دي في حد ذاتها ممكن تكون رمز لاي عيله حديثه الولاده، ورؤيتهم لطفلهم ان الطفل ده عباره عن طاقه متجدده وبيسحب طاقتهم بشكل لا نهائي في حاله من النهم والجوع الذي لا ينتهي. لكن بقدر ما هو بيسحب الطاقه دي كلها اللي ادت لتضحيه ان سو ستورم تبقى بتموت عشان خاطر ابنها، فالابن والطفل لا زالت فكره ان ضحكه ممكن تحيي وتعوض كل تعب المده. فده هدف ينفع يبقى معاش لجماهير فيلم فانتاستيك فور، هدف حقيقي كده ملموس، على عكس فيلم سوبرمان اللي انبسطنا له انه اختار نسله الانساني على الكريبتوني. بس دي حاجه احنا كجمهور ما تمسناش في اي حاجه. 8، واخيرا الافتر كريدت الافضل على الاطلاق، مشهد دكتور دوم. ده مش مجرد مشهد حماسي وخلاص، ده بيفتح باب لقصه اعمق بكتير. من اول بدايه الفيلم وأمة لاتفيريا الغايبة في مشهد الأمم المتحدة، واللي معروف في الكوميكس إن لاتفيريا قائدها دكتور دوم،
فعلامة يعني إنه كان موجود في أحداث الفيلم بشكل حتى لو كان غايب، وبيعلن رفضه لاتحاد العالم وللفانتاستيك فور، لشبه حنية دوم مع فرانكلين في مشهد الأفتر كريدتس، واللي بتعكس حنيته فعلا مع أطفال الفانتاستيك فور في الكوميكس، لاحتمال إنه كان ممكن يكون سايب فرانكلين يحط إيده على وشه عشان يستخدمه إنه يشفي التشوه اللي عنده ويديله وش توني ستارك. أصل واحد حيا مامته من الموت مش هيعرف يدي دكتور دوم وش توني ستارك. فلك ان تتخيل الافتر كريدت بتاعه فانتاستيك فور واهميتها. في مقابل بقى افتر كريدت سوبرمان اللي هي كانت ايه يعني؟ سوبرمان بيطبطب على كلب او بيتخانق مع مستر تريفيك عشان مبنى احتمال يتهد. كلها افتر كريدتس اقل ما يقال عنها انها هتزول في النسيان. بس عشان ابقى حقاني فزي ما قلت هو فانتاستيك فور يكسب في ايه، لازم اقول شويه احباطات جات لي في فانتاستيك فور. لانه الافتر كريدت رغم انه عجبني جدا الا انه احبطني سيكا، لاني كنت متوقع ان في حاجه هتحصل في الفيلم او في الافتر كريدت هتربط مع الافتر كريدت اللي كنا شفناه في الثاندر بولتس، تخلي الاحداث تقود ان صاروخ الفانتاستيك فور ينزل على الارض الاساسيه بتاعه مارفل. ايه الحاجه اللي ما حصلتش او ما اتذكرتش في الفيلم فاحبطتني جدا؟ احبطني اني ما عرفتش، مع ان كان في بوادر كان ممكن تساعد قوي، زي ما كان ريد ريتشاردز هينقل الارض كلها لمجموعه شمسيه تانية. ده انا قلت ساعتها حتى ان احتمال دي تبقى الدخله ان عالم فانتاستيك فور هيبقى هو الالتيميت في عالم الام سي يو او المارفل سينماتيك يونيفرس، الحاجه اللي ما حصلتش للاسف. او فكره اكتشافهم لسرعه الضوء، ما هي دي كانت ممكن تساعد برضه انهم ممكن يتجاوزوا اي حاجه ويوصلوا للارض الثانيه. بس كل ده ما حصلش. برضه احبطني سيكا حاله الحيره اللي كان فيها ريد ريتشاردز معظم الفيلم، رغم انه المفروض انه يكون اذكى واحد في العالم ده، وبيتقال عليه انه كمان شويه هو اللي هيقود الافنجرز. انا فاهم سببها في الفيلم، انه كان طول الوقت بيواجه قرارات شعوريه اكتر منها عقلانيه. بس في وقت من الاوقات حسيت ان حاله الحيره دي زادت عن الحد شويه، وما تتناسبش مع شخصيه زي شخصيه ريد ريتشاردز في الكوميكس. برضه من الحاجات اللي احبطتني جدا كانت غياب جون مالكوفيتش التام في الفيلم، رغم اننا كنا شفناه في الاعلانات. هو الكرتون بس اللي في الافتر كريدت التاني رد لنا انه تقريبا كان هيكون زعيم القرود اللي كانوا بيحاربوهم في اول الفيلم خالص اثناء الدخله والتقديمه، لكن مع الاسف غيابه التام كان محبط جدا. بس بالرغم من كل الاحباطات دي فالفيلم لازال عبقري، وافضل بكتير من سوبرمان من وجهه نظري، لان فيلم فانتاستيك فور فهم يعني ايه تحكي قصه عيله خارقه، وفهم ازاي يخلي الجمهور يحس بيه كأب وأم وابن، وسابنا نسأل هل القوة تستاهل التضحية ولا العيلة كفكرة دايما هي الأهم والأقوى؟ قولوا لي رأيكم بقى، انتوا فريق سوبرمان ولا عيلة فانتاستيك فور؟ اكتبوا لي في الكومنتات، ولايك وشير وفولو لو عجبتكم الحلقة دي. باي.